يا رب، إن في صوتي دعاء، وفي قلبي أمنية، وفي كياني ثقة بك، وفي شعوري راحة نفس، لأنني على يقين بمقدرتك وعطفك، بأنك ستأخذني لحياة أفضل. ولن أقول علمتني الحياة، فمنك قوتي وتفاؤلي واجتهادي، ومنك الطريق وإليك الطريق، ومن كتابك نتعلم. السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم شيماء من قناه نوري بيتك وحبي حياتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه وسلم. جايلكم فيديو جديد وروتين جديد ويوم كده بسيط. همشي نفسي النهارده ب 40 جنيه فقط لا غير. تعالوا بقى نشوف كده هنعمل ايه مع بعض بال 40 جنيه في الغلا اللي احنا فيه ده. اول حاجه كده جبت كيلو بطاطس كان ب 8 جنيه. هي كانت بصراحه مش كبيره قوي ولا صغيره، يعني قمت جايه ايه بقى مخرطاها كده ومقشراها ومخرطاها وغسلتها كده وحطيتها في الميه زي ما انتوا شفتوا. وكمان جبت حوالي 6 بيضات كانوا ب 18 جنيه. وكمان بقى ايه صينيه المكرونه دي كانت عندي. قلت عشان الولاد وكده، عيالي بيحبوا المكرونه شويه، فقلت اسخنها جنب الاكله البسيطه الجميله دي. وهنشوف بقى كده النهارده هنعمل ايه، وكمان في الاخر هنحل بايه. فاهم حاجه البساطه كده بتبقى في يومنا، واهم حاجه كده نعرف نصرف نفسنا ازاي ونمشي يومنا ازاي وما نعقدهاش. مش هنعقدها ازاي في الغلا اللي احنا فيه ده، لا معلش، بدماغنا برضو هنقدر ان احنا نمشي نفسنا وان احنا ايه نشوف احنا هنعمل ايه. والله يا جماعه ما فيش احلى من البساطه، والحاجه البسيطه الحلوه دي بتطلع زي السكر. مش قادره اقول لكم، ممكن تكوني عامله اكل ومكلفاه وملوش طعم، فعادي يوم كده ويوم كده. اول حاجه بقى كده بعد ما البطاطس سلقت وهرستها بالهراسه زي ما انتوا شفتوا، جبت كده شويه توم حلوين محترمين فراح عملتهم في الهون. وقمت جايه بقى ادوني اللون الذهبي الجميل كده، نزلت بالبطاطس وظبطت الملح بتاعي والكمون وحطيت شويه شطه. وطبعا انا ببقى حاطه في السليق بتاع البطاطس شويه ملح كده صغيرين، فببقى عامله حساب الملح ده. تقولوش ريحتها ايه طالعه ايه، مش قادره اوصف لكم عامله ازاي. وبعدين بقى كمان في تركيه صغيره كده اكيد انتوا شفتوها معايا، حطيت مع الزيت معلقه سمنه صغيره، بتدي برده ايه تست كده للبطاطس، بتوديه في حته تانية خالص. اهم حاجه كده ايه الاكل بتاعنا يكون طعمه حلو، مش مهم احنا نكون عاملين ايه. الاكل الشعبي ده على فكره لو ما ظبطش، يعني في ناس بتعمل اكل شعبي لو مش ظابطينه بجد بيبقى ملهوش اي طعم. فاهم حاجه بقى ايه النفس كده والطعم في الاكل، مش مهم احنا ايه بنعمل ايه وكده. لازم كده يكون عندنا حب للاكل واحنا بنعمله. إيه يعني نكون كده ايه بنحب الحاجه اللي احنا بنعملها عشان تطلع مننا جميله كده. بصوا بقى هنا كمان شققت فلفل كده على قد جوزي وشطه، وكمان شققت طماطمتين كده عشان الحاجات دي برضو ايه بقى ايه يعني تفتح كده ايه نفسنا على الاكل. وكمان بقى ايه حطيت معلقه توم كده صغيره، وبعدين بقى ايه حطيت شويه ملح وحطيت شويه كمون كده صغيرين وشويه فلفل، ونزلت بعصره ليمونه وبدات بقى ان انا اقلبهم. الليمونه دي برضو هنزل عليها بالفلفل والشطه. حطيت معلقه صغيره كده من الهريسه، هرست الشطه، وحطيت كمان برضو معلقه صغيره توم مفروم وشويه ملح كده صغيرين وعصره ليمونه برضو. ايه رايكم بقى؟ ايه رايكم في البساطه والجمال ده؟ بصوا الطماطم بقى كده والبيض والشطه والبطاطس، يا سلام على الريحه والله. بصوا ريحتها تحفه. والليمون اللي كنت عاملاه معاكم في الفيديو اللي فات، مش قادره اوصف لكم بجد. اكيد انتوا شايفين يعني الاكل ايه بسيط كده بس يفتح النفس. يلا بقى بينا نعمل الحلو بتاعنا النهارده. هيكون عباره عن بلح شام، بلح شام في البيت زي بتاع بره وايه ومقرمش وجميل كده ولذيذ. حطينا مع بعض كده المقادير بتاعه الشربات، كوبايه ونص من الميه، هنحط عليهم كوبايتين ونص من السكر. الشربات بتاع بلح الشام بيبقى تقيل شويه، فما نغيبوش كتير في النار علشان هيعمل معانا بسرعه يعني. جبت صينيه كده هنزل عليها ب3 مجات من الميه، وهنزل عليهم ب3 معالق من السكر زي ما انتم شايفين كده، وهنزل عليهم برضو ب3 معالق من الزيت، يعني 3 معالق سكر على 3 معالق زيت على كيس فانيليا. انا كنت جايبه كيسين فانيليا، هحط كيس هنا دلوقتي معاكم، حطيت كيس معاكم. لو عندك فانيليا سايله عادي مش مشكله، يا دي يا دي. وهحط الكيس التاني على الشربات في الاخر بقى عشان ايه بعد ما اطفي عليه وكده. حطيت هنا نص ليمونه بعد ما الشربات غلي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هطفي عليه وهضيف له برده كيس الفانيليا. هنا بقى هنجيب ايه، جبت كده مجين ونص من الدقيق، كوبايتين ونص دقيق. هبدا بقى ان انا ايه انخلهم كده معاكم
طبعا خطوة النخل دي مهمة جدا. وهحط عليها نص مج من النشا، يعني حطيت على 2.5 دقيق هحط عليهم نص كوباية نشا. خلي بالكم من الخطوات دي عشان سهلة وبسيطة جدا، مش مكلفة بالمرة. السكر موجود في بيتك، الزيت موجود في بيتك. طبعا ما جبتش حاجة، بس ما كانش متواجد عندي الا النشا ب5 جنيه. جبت بس كده يعني النشا والفانيليا بصراحة، يعني كيسين فانيليا ب2 جنيه. انتوا لو حسبتوها على التكاليف اللي انا قلتلكوا عليها مش هتلاقوها غير 40 جنيه يعني. فازاي تعرفي كده تمشي نفسك وبيتك وكده وتبقي شطورة كده وحلو في الغلا اللي احنا فيه ده. بصوا بقى هنا نزلت المكونات اللي انا عملتها معاكم، اللي هي الميه والسكر والزيت وكده. اول ما بداوا حطيتهم على النار، اول ما بداوا يغلوا نزلت عليهم بالدقيق والنشا اللي احنا نخلينهم سوا لحد كده ما اتجانسوا مع بعض وبقوا عجينه. بس نقلب بسرعه. بعد كده نقلتهم على الرخامه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حتى بقلب وهي سخنه مولعه كده، ايديا كانت بتوجعني والله، بتحرقني كده شويه وارجع بتلسعني وارجع اعمل تاني. بس لازم تتعجن وهي دافيه شويه، علشان يعني احسن ان هي تتعجن وهي دافيه عشان تتشكل معاكي بسهوله. بصوا بقى كده بعد ما عجنت فيها كتير كده وادتني بقى كده، بصوا بقت جميله كده، ملمسها كده تكون بتتشكل معاكي بسهوله. تعرفي ان العجينه دي كده ناجحه معاكي. بدات بقى ان انا كده اخد منها جزء كده عشان اشكل منها. طبعا هي ليها القمع بتاعها، ان شاء الله هجيبه وهصور معاكم فيديو عشان الشكل الجمالي تبقى زي بتاعت بره بالظبط. فانا عملتها في شوكه كده الاول، مشيت كده اموري. بصوا بقى كده وانا شغاله بعمل فيه، كنت مجهزه بقى الصينيه كده على نار بقى متوسطه، والزيت بتاعي كده يكون مش قليل، يكون كويس يعني ويكون سخن، وانزل بقى بالبلح الشام بتاعي فيه. بصوا بقى هسيبه كده في الزيت لحد ما يبدأ بقى يديني اللون الجميل اللي انتوا شايفينه بطلعه ده، المقرمش الذهبي الجميل كده. ويدوبك نطلعه من هنا وننزله في الشربات بتاعنا بيكون بارد. بس لازم طبعا البلح الشام نطلعه هو سخن ينزل في الشربات عشان يشرب بقى كده من الشربات والصوص بتاعه يبقى جميل. وهتشوفوا معايا برضو الشكل برضو وهتسمعوا صوته وهتشوفوا القرمشه وجميل قوي. بصوا بقى على الجمدان والجمال والقرمشه. بصوا بقى الصوت، بصوا مقرمش وجميل ازاي من جوه. بصوا يا سلام. شوفوا واحده ثانيه، بصوا المنظر مقرمش وجميل جدا جدا جدا. بلح الشام بتاعنا النهارده، وكمان يا رب يكون عجبكم كده. وبصوا مقرمش وخفيف وهاش كده من جوه. هو بس ناقصه حاجه معينه اللي هو الاداه بتاعته اللي هي بتخليه مثلا ليه شكل جمالي اكتر. لكن انا عملته بالشوكه وفرحت ولادي، وكمان النتيجه طلعت معايا ناجحه 100%. جربوا المقادير دي مظبوط، جربوها هتعجبكم جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوها. بلح الشام معمول من دقيق ومن نشا وفانيليا وسكر طبعا، والزيت والحاجات دي كلها متوفره في بيوتنا، فمش هتكلفنا كتير. قاعد للفيديو عشان يرفع من الفيديو شويه، وانا اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.